السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى اقول لك ازاي تعمل نسخ للخلايا. خدنا في الفيديو اللي فات ازاي لو انا عندي الاسم بالكامل مكون من اسم اول واسم تاني افصلهم. هنا هناخد العكس، ازاي ان انا اقدر ادمجهم. مبدئيا بندوس يساوي وعايز الاسم الاول فبدوس الاسم الاول وشيفت 7 من الكيبورد اللي هو حرف الاند، والاسم التاني او الخلية التانية اللي انا هدمجهم وادوس انتر. اتدمجت بالشكل ده. طيب يلا نجربها تاني. يساوي دوت اند ده، جيب الشكل ده. طيب عايز اسم زي مصطفى، تعال هنا نجرب كده حاجة تانية. يساوي ده شيفت اند ده. بص هجاب حسن الاول ومصطفى. طب لو انا عايز اعمل سبيس ما بين الاسم الاول والاسم التاني، تعال اقول لك ازاي تقدر تعمل سبيس ده. هتحط يساوي وهتحط الخلية الاولى، هتحط اند بس هتعمل علامة التنصيص فاضية اللي هي شيفت طا، بعد كده سبيس شيفت طا، بعد كده اند الاسم التاني وتدوس يساوي. وبكده انا عملت سبيس ما بين الخلية الاولى والخلية التانية. طيب عايز اقول لك على حاجة، هنا في مشكلة ان انت لو جيت مسحت اي عمود من العواميد ديت هتبوظ معانا بالشكل ده. نرجع مرة تاني كنترول زد. طيب عشان اخليها تبقى ثابتة اعمل ايه؟ مبدئيا انا وقفت هنا دوس دبل كليك فاتعملت كلها. عشان اخليها ثابتة وما امسحش اعمل ايه؟ هدوس كنترول سي وهاجي ادوس كليك يمين، هعمل كوبي ونسخ. بس لما هاجي هعمل نسخ هعملها نسخ كفاليوز. بص لما عملتها نسخ كفاليوز وجيت مسحت ده هتفضل موجودة لان انا عملتها نسخ كفاليوز. لما بتيجي يكون في معادلة وانت تعمل لها نسخ وتعملها بعد كده تعمل لها نسخ وتيجي تعملها لصق كفاليوز مش هتتمسح معانا زي ما عملنا. استنونا في تريكات تانية مستر اكسل، ما تنسوش تعملوا متابعة ولايك واستنونا على كل المنصات.